السلام عليكم ورحمة الله. اتحاد الكرة يسند مهمة إدارة مباراة القمة تحكيميا لمحمود البنا ومهمة تقنية الفار لأحمد الغندور. مارسيل كولر سنخوض مباراة القمة أمام الزمالك بالقوة الضربة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، ويطلب من لاعبي الأهلي دخول مباراة القمة بقوة وضغط من البداية والسيطرة على وسط الملعب ومحاولة إحراز هدف مبكر ليسهل المباراة عليهم. أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يؤكد أن هناك صفقتين من العيار الثقيل وسيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة القادمة. كهربا يدعم إمام عاشور ويأكد له أن مرتضى وكل من يتبعه سيحاولون الضغط عليه بكل الطرق خلال الفترة القادمة للتأثير على تركيزه مثل ما فعلوا معه. الأهلي ينفي أنباء التفريط في كهربا ويؤكد أن النادي بجانب اللاعب في أزمته وسينهيها قريبا. مرتضى منصور يعد لاعبي الزمالك بصرف مكافآت شخصية لهم من جيبه حال تحقيق الفوز على الأهلي اليوم. مارسيل كولر يدرس استبعاد أليو ديانج من قائمة الفريق لمباراة القمة بسبب تأخر وصول خطاب الفيفا لرفع الإيقاف عن اللاعب، وسامي قمصان ينصح المدرب السويسري بالدفع بأحمد نبيل كوكا بدلا منه. الكاف يحدد 24 نوفمبر الجاري موعدا لبدء دور المجموعات من دور الأبطال في الموسم الجديد، والذي سيشارك فيه الأهلي مباشرة في دور المجموعات بسبب مشاركته في دور السوبر الأفريقي وقت إقامة دور ال 32. اليوم السابع الأهلي يستغل رغبة أهلي جدة السعودي بالإطاحة بالبرازيلي ماركوس أمورال ويعرض عليهم استعارة اللاعب لمدة موسم مقابل تحملهم نصف راتبه. الزمالك يسلم درع الدوري لرابطة الأندية لتزيينه قبل تسليمه للأهلي في مباراة حرس الحدود. اتحاد الكرة يرفض طلب الأهلي بالاحتفاظ بالدرع القديم نظرا لكونه آخر من حقق اللقب ولديه 43 بطولة، ويؤكد أن الدرع سيسلم لاتحاد الكرة بعد نهاية الموسم القادم ووضعه في متحف الجبلاية. محمود حمادة لاعب فاركو يقترب للغاية من الانتقال للزمالك بعد رفض الأهلي التعاقد معه وتفضيل إمام عاشور ومحمد رضا بوبو بدلا منه. قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي عبد الحق بن شيحة مدرب اتحاد العاصمة الجزائري يترك الفريق ويتوجه للمغرب لقيادة الوداد المغربي فنيا. اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي من كأس مصر في الموسم الجديد حتى يتم منح جميع الفرق الراحة قبل بداية الموسم المقبل. الكاف يقرر تغريم الأهلي $10,000 والوداد المغربي $20,000 بسبب أحدث نهائي دوري أبطال أفريقيا. شوبير يؤكد أن كل ما تردد عن رفض مصطفى فتحي انضمام النادي بيراميدز نهائيا للانتقال للأهلي لا أساس له من الصحة، وأن اللاعب لا يمانع الاستمرار مع الفريق خصوصا أنه مستمر هناك. رابطة الأندية تعلن تسليم الأهلي درع الدوري بعد مباراة حرس الحدود بناء على رغبة مارسيل كولر، والذي طلب أن يتأجل الأمر حتى لا يتشتت اللاعبين في القمة وتبدو المباراة كأنها احتفالية. سيد عبد الحفيظ يؤكد لصلاح محسن أن كولر معجب للغاية بمستواه في الفترة الأخيرة وينوي الاعتماد عليه في الموسم المقبل بشرط أن يغير من عقليته قليلا وأن يجتهد في التدريبات. أحد أفراد عائلة إمام عاشور يؤكد أن إمام لو كان يلعب في الأهلي منذ سنوات كان في مكانة أخرى تماما، وأن هناك سعادة بالغة تسيطر على الجميع في العائلة بعد توقيع اللاعب للمارد الأحمر. الأهلي يكثف مفاوضاته مع اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا لتدعيم خط هجومه ويأمل في حسم الصفقة في القريب العاجل. مارسيل كولر يحضر مفاجأة للزمالك في مباراة القمة ويتحفظ على الأمر تماما حتى لا يصل للإعلام. أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: حققنا العديد من الأمور على أرض الواقع ومنها عودة الجماهير واستحداث كأس الرابطة والنقل التلفزيوني وانتظام جدول المسابقة. الدوري كان ينتهي في شهر أكتوبر ولكن الموسم الماضي انتهى في شهر أغسطس، وهذا الموسم الحالي انتهى في يوليو. ونسير بخطة محددة وقمنا بعمل درع جديد وكرة جديدة للدوري وهوية بصرية أيضا جديدة، والتطوير سيظل مستمر في الفترة القادمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.